يا أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ شو الأخبار؟ شو مدايرين؟ اليوم جبت لكم مطوجين بالحوت نودكم بيه ومع برغل، بس طيبته زي صيادية السمك. متأكدة أنها حتعجبكم. تبدو موتين الحويتات نضيفات، ومش لازم تتبليهم مدام في الطاجين مش قلي، هذا مش لازم تبلات. المهم نضيفات جنينات ونوتو خضيرتنا غير تقرضيها بدات البطاطا رقيقة باهية، مش رقيقة هلبة مش غليظة باش تطيب بسرعة، لأن الحوت فيه ساعة ما يطيب. وطماطم أخضر وفلفل أخضر، فلفل رومي، شوي كرافس، كرات، فلفل حار راسين ولا ثلاثة. وعندي هنا بازيليا مجمدة مع سفناري حتى هي، يعني تحوسي عليه. والله نديرو مزيز زي طواجين زمان اللي في الكوشة، تبدا كالسردينة مفرشة فوق. مهم نعصر الليمة هنا باش ندير الصلصة متاعها. نجيب الخلاط نحط فيه طماطمات خضر وتومة وعودين كرافس أو معدنوس اللي عندك الموجود، ونرحيهم كويس. نصب عليهم شوية ليمون ونرحيهم كويس، هادو نخليهم على جنب باش نبي نسقي بيهم الحوت بعدين الطاجين. طبعا نزيدهم طماطم، شوية طماطم حكة وشوية فلفل أحمر. جيبي الطاجين بتاعك تحطي فيه زيت زيتون، يفضل بزيت الزيتون يجيك جنين، السلام عليه. خلاص، وتبدي تفرشي في الخضرة بتاعك، يعني زي ما تبي ديري البطاطا الأول، الفلفل الأول. المهم حطي الخضرة متاعك كلها، وبعدين تحطي فوقها السمك ونسقوها. حطيتها هنا البازيليا والسفناري، تحطي البطاطا برضو قلت لكم جروروها باهية، مش رقيقة هلبة مش غليظة باش تطيب، ما تقعدش نية، لأن الحوت فيه ساعة ما يطيب ما يبيش هلبة في الكوشة. وتحطي الفلفل الرومي، عويدات كرافس. أنا طاجين الحوت نحب ندير الكرافس يجي بنة مش عادية. وفي اللي يقولك لا الحوت ما يندالش، والله أدواق، كل حد وذوقه. ديما نقول لكم نعطيكم الفكرة، درتوها وعجبتكم باهي، ما عجبتكمش مش ضروري تديروا زي عادي، الأكل أدواق. وهنا شوية كرات حطيته، حتى هو كان عندي حطيته، وتجرري عليه حتى هو شوية بصل راسك صغير. هو هذا تحطي خضرتك كلها، وزي ما قلت لكم اللي رحيناه في الخلاط مبكري تومة وشوية معدنوس ولا كرافس وشوية زيت زيتون وليم قارص، ونحط عليهم شوية طماطم حقة وشوية فلفل أسود وفلفل أحمر وكمون. طبعا ضروري الكمون في الحوت، ضروري منه. هنا ستفت الحوت، وهذه الصلصة لتوها تومة وكمون وليم وزيت وشوية طماطم حقة وشوية فلفل أحمر وفلفل أسود والكمون والتومة. طبعا التومة ديري مقدار كويس لأنها بنتة في التومة. وهنا نكمل عقاب حاجاتي، تزينيها من فوق بالفلفل ونسقوها بالصلصة هذه. والصلصة نخلو منها شوية، تو نقولكم شو بنديروا بيها البرغل باش يجي بنتة مع الحوت، يعني جنين، يبدأ نفس بنة الطاجين، يعني زي الصيادية تمام، غير من غير سمك. نعطوها بنة السمك بس بالنسبة للبرغل. هنا تسقيه شوية، ما تديريش زقليلة المية لأن بعدين يجيك مداير، يجيك هلبة ميتة، لأن هي الخضرة بتطلق مية والحوت بيطلق يطيب هو بميته. غميه شوية، هنا درت له شوية زيت، وبعدين غميه بالفويل متاع ربع ساعة بس، وبعدين عريه لين يتحمر وياخد وجه من فوق. والملح طبعا تقريبا ما قلتش الملح، هذاك ضروري عاد من غير قول. كوشة بتاعتنا زي ما قلت لكم كوشة تكون سخونة، ونغطوه بالفويل ربع ساعة، بعدين نعروه لين يتحمر من فوق. هذا بعد ما طاب، شوفوا الجمال ما شاء الله، يجيكم جنين تعرفيه. حتى لقيتيه فيه مية، خليه في الكوشة لين يتشحر، وهنا تزينيه بعدين بليم قارص من فوق شوية معدنوس، وتقدميه إن شاء الله تاكلوا بالهني. نجول البرغل هني تاخدي زيت
وتحمسي فيه راس بصل، تحمسيه باهي لين يبدا لونه قهوي، نقول البصل يتكرمل، وتكوني غاسله البرغل متاعك وحاطيه على غير الطريق باهي. هنا وبدا يتكرمل البصل متاعنا، ماذا بيك يتكرمل حتى اكثر من هيك باش يعطي لون حلو للبرغل وبنت البصل تطلع تمام. خلاص ونحطوا عليه يعني اي خضره انت عندك. هني حطيت عليه شويه طماطم حقه باش نبيه يلون حتى هو، وعندي بازاليا وسفناري زي اللي حطيتهم في الطاجين، حتى هما حنحط شويه منهم وتحمسي كويس. او ما تبيش تديري خضره مش لازم، بس انا الحاجه اللي عندي في الثلاجه نحب نحطها ونحسها ترتب مع الترتيبه اللي نبي نديرها. وزي زي العسل يا بنات، والبرغل احلى من الرز بهالبا، اعتمدتها في هالبحاجات. خلاص تحمسي شويه، وحطيت هني شويه كمون حوت، والثومه اوريدي عندنا في الصلصه اللي مبكري قلت لكم بنخلوها من الطاجين، الصوص اللي خليناه بتاع الطاجين هذاك فيه ثومه وفيه ملح وفيه ليم وفيه كل شيء. خلاص هني نحط البرغل نحمسه شويه مع الدبيرات هادو مايه، وتكون عندي ميه تغلي فوق النار، تحطي الميه يا دوب ما يغطي البرغل، يا دوب ما يغطيها، ورقي عليه النار وخليه. ميزه البرغل انه حتى لو عجل يعني حتى لو ني، هادي عقب الصلصه يا ريتوها اللي قلت لكم عليها بنحطها فوقها باش تعطي دنه. حتى لو لقيتيه ني مش زي الرز ما يعجنش، تقدري تزيديه شويه تبخبخيه بالميه ويمص، ما تخافيش منه ما يعجنش منك البرغل. المهم من الاول ما تديريش الميه هلبة. شوفوا تواني حطيت له الصلصه وحنحط عليه توا ميه تغلي، هي شفتوها يا دوب تغطيه زي ما نطيبه في الرز، زي توا، وخليه على نار رقيقه يا سهل هو في ساعه ما يطيب. لو لقيتيه ناقص مازال هيك الحبه كاسحه، زيدي بخبخيه بشويه وغميه تاني، تاكلوا بعون الله احلى برغل. وهو هذا ان شاء الله عجبتكم الطريقه وتاكلوا بالهني. شوفوا هني ريتو بعد طاب، شوفوا كيف حبب ما شاء الله. هذا يعتبر زي الصياديه لان فيه كمون وفيه تومه وفيه ليم وقنين قنيه، وتقدري نفس الطريقه تديريها بالرز مش لازم بالبرغل، نفس الطريقه تقدري تديريها بالرز. خلاص وهني تشكليه تحطيه في الصينيه وتاكلوا بالهني وبالسلامه. نشوفكم على خير، باي باي.